عشان ان انت تصنف. هو مش مقتنع بيه. ماليش دعوه هو ايه اللي ماليش دعوه؟ هو انت مش مدرب يا كابتن رضا يا حبيبي ماشي. استنى بس انت بتقول لي بتلاعب راس الحرب يا كابتن رضا لما بتبقى مقتنع بيه يا كابتن رضا. لا 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 ولا بتلاعب واحد وانت مش مقتنع بيه. هو مش مقتنع بيه خلاص يروح. هو اللي يروح. طبعا لان انت هو انت جايب شادي حسين. كابتن رضا لو انت مدرب اسمعني بس وانت مدرب وفي لعيب هلاعب شادي حسين. انا بتكلم على شادي حسين. ما تسمع بس لعيب انت مش مقتنع بيه مش هلاعبه غصب عنك. لا مش انت هلاعبه هتروح يابا اسمعني مش هلاعبه لسبب واخد بالك لان انت ماسك نادي مش النادي الاهلي. انت دلوقتي لما لعبت شادي حسين اول مباراه وجاب لك جون طيرته ليه؟ اديني سبب. قعدته بره السكور خالص ماتشين بره السكور. هو كان جاب الجون غلط. هو ده مش فرود. هو مش مقتنع بيها يابا. لا مفيش حاجه اسمها هي عافيه. لا اسمعني اديله ماتش. ده راجل جاب جون انت عايز منه ايه تاني؟ يا عم جاب جون ما جابش بترول ولا جاب كاس العالم ولا جاب لنا مصباح علاء الدين. جون في الاسماعيلي هتقطع في الراجل عشان شادي حسين عايز شادي حسين يلعب في النادي الاهلي. الراجل ده يا جماعه بيتكلم في الكوره. وفروا له اي مصدر رزق. هاتوا له عربيه في الشهر. وفروا له اي مصدر رزق تاني خلونا نترحم بقى من الاراء الكرويه ملعونه حريه الراي. يوسف وسيف اتنين متربيين في النادي وابهاتهم من رموز النادي. انا بتكلم على اول عرض بيجوا خلاص مش عايز اقول لك حاجه. هي مش قصه عبد الواحد السيد. الراجل لسه جاي من اسبوعين. بس انت طب انت عندك مشاكل في الندى مهيب. انت عندك مشاكل. عبد الواحد عمل اللي عليه ومفيش سيوله ولا عرض واتكلم معاه اساسا اللي عمل اللي عليه. يبقى الغلط من مين؟ ازاي استنى للوقت الاخراني وبعدين اجيب اللعيبه؟ هي دي بقى لما دول ولادي هي دي. زي ما استناش. بص انا سنه يكونوا ماضيين. لا انا استنى ازاي؟ ازاي ما استنوش وقت ما يحق ليهم. الانديه دلوقتي بتجيب العيال الصغيره اللي هي لسه طالعه. مش دول مش صغيرين. دول المفروض ان هم عدوا السن اللي هم بقوا 2008 و2009 و10. يعني انت كابتن مصطفى عاوز اقول لك و2002 وبيعملوا لهم عقود قبلها بسنتين يا عماره. لو وابنك يا كابتن مصطفى في النادي الاهلي هتقول لهم يمشوا النادي الاهلي؟ يمشوا من النادي الاهلي؟ لا هقول له شوف مصلحتك فين. يا عم النمر غلط يابا. ده قال لك ابيع ابويا وامي عشان الفلوس. انتوا بتتكلموا عن النادي الاهلي. ريح يا عم بقى تعبنا.